لو أول مرة تدخلوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القصص المرعبة والغامضة اللي بحكيها هنا. والقصة اللي هسمعها لكم النهاردة قصة مش زي أي قصة عن لعنة قديمة، عن أرض غريبة بتولع نار من تحت التراب، وأسرار دماغ بشرية أقوى من أي لعنة. النهاردة هحكي لكم عن عيلة آل خطاب والنار اللي مش بتطفى. بداية القصة في قرية صغيرة وهادية اسمها قرية النجعوية. كان في قطعة أرض مختلفة عن باقي الأراضي، أرض واسعة خصبة، لكن مفيش أي حد من أهل القرية قدر يزرع فيها. والسبب الناس كانت بتقول إن الأرض دي ملعونة وإنها بتولع نار لوحدها كل فترة. الأرض دي كانت ملك للحاج منصور خطاب، وده واحد من أكبر عائلات القرية زمان. وبعد وفاته الأرض دي اتقسمت للورثة، لعيلته وهي آل خطاب، لكن كل واحد من الورثة يقرب منها يا إما يموت فجأة يا إما يحصله مصيبة. ليلى خطاب بنت مثقفة سافرت القاهرة تدرس صحافة. رجعت بلدها بعد سنين طويلة لما عرفت إن ابن عمها حسن خطاب مات في ظروف غامضة وفي نفس الأرض. الجنازة كانت مشهودة، كل العيلة متجمعة وكل أهل القرية بيتكلموا بهمس. الأرض أكلته، الأرض دي ما بتسيبش حد. الكلمات فضلت ترن في ودان ليلى. بالليل وهي واقفة بعيد عن البيت شافت بعينها الأرض وهي بتطلع نار ضعيفة من التراب زي شعلة حمرا بتنور في الضلمة. قلبها وقع، بس عقلها الصحفي قال مستحيل دي تبقى لعنة، لازم وراها سر. بعد أيام قليلة ماتت سميحة خطاب، وآخر كلمة قالتها قبل ما تموت أنا هاخد حقي من الأرض حتى لو ولعت فيا. كلهم قالوا اللعنة رجعت، والبعض والبعض الآخر قال اتهموا عيلة تانية في البلد، عيلة السمان. الخلاف بينهم وبين عيلة آل خطاب قديم جدا من أيام الحاج منصور. بيقولوا إن جزء من الأرض دي كان ملك لعيلة السمان زمان واتاخد منهم بالغصب، فبدأ الكل يهمس يمكن هما اللي بيعملوا كده، يمكن هما اللي بيعملوا سحر عشان ينتقموا. ليلى ما اقتنعتش بالسحر ولا حتى باللعنة. دخلت أوضة جدها منصور ولقيت ورق قديم وخريطة. خريطة كانت مكتوب فيها كل حاجة عن الأرض. الغريب إن الخريطة دي كان مرسوم عليها سرداب تحت الأرض، لكن المدخل مش باين. ليلى قررت تحفر بنفسها مع ابن عمها الصغير محمود خطاب. لقوا فتحات مدفونة بالتراب، ولما كملوا شوية ظهر قدامهم مواسير حديد مقطومة. ليلى رجعت البيت، لقيت ورقة مرمية على بابها: ابعدي عن النار قبل ما تتحرقي. بالليل ليلى راحت الأرض بكاميرا تصور، وفجأة التراب اتحول لنار ولعت قدامها
وسمعت أصوات ناس بتصرخ من جوه الأرض. فضلت تتابع مصدر الصوت لحد ما لقيت صخرة كبيرة متغطية بالتراب، ولما شالت التراب لقيت باب حديد قديم ومدخل لسرداب ضلمة. نزلت السرداب والكاميرا كانت معاها. الجدران مليانة آثار دخان والريحة كانت خانقة، وهناك لقيت الحقيقة: أنابيب غاز قديمة ممتدة تحت الأرض، متوصلة بفتحات في التراب. وسط السرداب لقيت دفتر قديم، لما فتحته لقيت مكتوب فيه مواعيد كل مرة الأرض تولع فيها، والأغرب كل تاريخ كان متزامن مع موت واحد من الورثة. الدفتر كله مكتوب بخط إيد واحد، وهو عبد الرحمن خطاب. ليلى واجهت عبد الرحمن قدام باقي العيلة. هو في الأول ضحك بسخرية: هو انتي فاكرة نفسك بطلة؟ الأرض ملعونة من قبل ما انتي تتولدي. لكنها طلعت الدفتر قدام الكل. وشه اتغير، حاول يبرر: أنا عملت كده عشان الأرض ما تتقسمش. الأرض لازم تفضل لواحد بس يقدر يحافظ عليها. بس الحقيقة كانت أوضح. عبد الرحمن كان بيقتل الورثة واحد ورا التاني بالخوف والنار عشان يبقى هو الوريث الوحيد. كل العيلة اتجمعت في الأرض. عبد الرحمن حاول يثبت كلامه، لكن المرة دي حصل خطأ. الغاز اتجمع بشكل أكبر، وفجأة الأرض انفجرت بنار ضخمة ولعت في عبد الرحمن وهو واقف. الصرخات ملت المكان كله، والجميع جرى مرعوب. ليلى وقفت مذهولة. الأرض أكلت عبد الرحمن زي ما الناس بتقول. ليلى نشرت اللي صورته وحكت للكل إن اللعنة دي مجرد خدعة بشرية. لكن الغريب إن بعدها بأيام الأرض ولعت تاني، بس المرة دي من غير أنابيب ولا حتى خدعة. القرية كلها قالت يمكن عبد الرحمن مات، بس اللعنة فضلت. لسه في سر مدفون